هاي هي الأكلة اللي ما بنمل منها. لكل حدا بحب الباذنجان لازم تجربوا هاي الوصفة. كملوا الفيديو للآخر ولا تنسوا تدعموني بلايك ومتابعة للصفحة، وبسم الله نبدأ. قطعت الباذنجان ورشيته بالزيت وبحرته بالفلفل الأسود والبابريكا وشويتهم بالفرن، وبعدها رح أقطع الخضار وأجهزه. احتاجت بصلة و3 حبات بندورة وحبة فلفل رومي أحمر وأخضر. وهلأ احكولي شو أكتر نوع خضار بتحبوه، اكتبولي بالتعليقات. رح أجهز الآن اللحمة. دبلت بصلة بزيت الزيتون وضفت اللحمة المفرومة، وبس تغير لونها ضفت الطماطم وملعقة كبيرة من معجون الطماطم، وبس استوت ضفت الفلفل الرومي الملون وبهرتهم بفلفل أسود وملح، وهيك صارت اللحمة جاهزة. والآن رح أعمل البشاميل. بضيف ملعقتين كبار من الزبدة وملعقة كبيرة من الدقيق. حمصت الدقيق على النار وبعدها ضفت 3 أكواب حليب سائل بالتدريج مشان ما يكتل البشاميل. بعدها ضفت مكعب مرقة دجاج وملعقة كبيرة من الجبن الكريمي. حركتهم مع بعض وبس تقلي القوام سكرت النار. ولتطبيق الأكل حطيت شريحة باذنجان، بعدين خليط اللحمة، بعدها بشاميل وجبنة، وبعدين شريحة باذنجان، وبكرر الطبقات، وبعدها بدخل الصينية للفرن بس لتذوب الجبنة. وهيك صارت الوصفة جاهزة. جربوها أكيد رح تعجبكم، ولا تنسوا تدعموني بلايك ومتابعة لتضل الفيديوهات توصل للكل. وبالعافية.